ما بدي سات. هي هي خلوني اكون مميز، لا تكون متحيز، لاني بكل صراحة ما اشوف احد انا بالدنيا هذه مطيز. بديت اطين ما بدي سات، بغني هادف. اي يا خالي هين، رغم اني احس اني قاعد اغني فيه، بس ادري شحس فيه. يا اخي قل لي شحس فيه وانا كيف تعرفت على الراب العربي ومن وين جاء اسم سيكو؟ طبعا تعرفت على الراب العربي تقريبا بأواخر 2007 بداية 2008، يعني عن طريق المنتديات، عن طريق الرابرز القدامى وأغانيهم. تعرفنا على الراب العربي، وكانت البداية منتديات زي ما انت عارف. ومن وين جاء اسم سيكو؟ والله يعني كان لقب يطلق علي أخوي الكبير. ما أدري إيش الرابط بين يوسف وسيكو، بس إنه هذا النصيب. بس يعني ما في أي قصة وراء الاسم ذا يعني. طيب أوكي، بجاوبك على السؤال. الجروب طبعا كان فيه برجع لك، يعني كان فيه كثير رابرز للأمانة، لأن كانت منظمة الحرش. فش اسمه، كان فيه كثير رابرز، وآخر رابر دخل بالجروب الامسفن اللي هو أنا. وصفينا طبعا آخر شيء كان معنا أمير مشهور، بعدين أمير مشهور طلع من الجروب، وصفينا احنا الأربعة المعروفين. وزي ما انت شايف بعدها عاد الأحداث الباقية انت تعرفها، وأكيد اللي يسمعني يعرفها، فهذه يعني. والله السبب يعني ما في أي سبب دراماتيكي، بس انه الموضوع كله انه الكل انشغل بحياته الخاصة يعني، كل واحد فينا اختار طريق يشوف انه مناسب له فقط لا غير يعني. واكيد مع الوقت يعني خلاص، يعني مع الوقت الانسان يعني ممكن يتخذ مسار ثاني ويشوف حياته وكذا، فهذا السبب. كبرنا وصرنا شيبان. قناة الامسفن والله ما صار اي شيء يعني يستحق ان يذكر. يعني مع الوقت الكل انشغل، والكل يعني من ناحية مثلا وائل عنده قناة الخاصة، انا شفت انه اسوي لي قناة خاصة، واخر شيء خلاص يعني هي اصلا بالاساس المجاهد وكذا، فالامور طيبة عادي يعني. ما في اي يعني انت ما ادري ايش الجواب اللي تنتظره مني، يعني ما في اي شيء مثير للاهتمام ينذكر من ناحية الموضوع هذا يعني. فما يفرق أبد، وإن جت لأي واحد مننا ما تفرق أبدا يعني. كلنا بدينا مع بعض، وأي واحد مننا يستحق إنه ياخذ القناة هذه. مسافر قيادة يمسلا تقرب، اشوف قوتهم تبى خط لا شوت تصرف. مسافر فاميلي مسافر فاميلي اشوفك وشعك بالضفاك جمدان سخيف يلعن امه، صوته مزعج احس متعلق عارف فمه. او بالضفاك ثكتان نوع من الخبل طروف، اخو الكلب ما غير مقطوع على وجه كفوف. بكشف المستور لجل الصورة تكون واضحة، نكات مخيفة خلف شخصيات بس خوف واضحة. ايديهم للتدليك وانا بدي ماسك جمرة، عليكم لعنة مرسولة من اصحاب العيون الحمراء. ضد تعزيز يوم شكيب انا منك. حلو السؤال. ايش كانت ردة فعلك بعد خسارتكم امام سايندروم؟ والله بذاك الوقت اكيد انه حسينا بالظلم، وانه لا حنا احسن وكذا. بس حاليا لو اوصف لك شعوري يعني الموضوع شوي صار ذكرى تضحك شوي، عرفت؟ لأنه كنا معطين الأشياء أكبر من حجمها، أكيد بحكم السن وبحكم يعني الوقت ذيك الحقبة يعني. فأكيد إنه في اعتراض وظلم وليش وكذا.
وتحياتي سايندروم، يعني شخص جدا جدا موهوب. والله شوف، يعني القديمة لها سلبيات وإيجابيات، والجديدة برضو لها سلبيات وإيجابيات، فما أقدر أحدد لك مين يعني الأحسن. بس أنا أشوف إنه القديمة، يعني لأنه كنا نغني لأنفسنا، ما نغني للناس. بس حاليا يعني في ناس تخليك تتقيد بمواضيع معينة، يعني ممكن ما تاخذ راحتك، ممكن تغني لون انت ما انت مقتنع فيه، بس عشان الترند او عشان رغبة الناس، فهذه الفكرة. باد بوي، والله ما اتذكر صراحة انه في بيننا مشكلة. ما اتذكر، ممكن اتوقع في دسات قديمة اول، والله ما اتذكر ايش اللي صار اصلا. سبب مشكلتكم مع كلاش؟ انا ما راح اتكلم آه ب يعني شيء محدد، بعطيك كلام بشكل عام. ممكن يعني حلو سؤالك بحيث انه يخليني اعطيك الاجابة هذه. طيب، آم، المشاكل بين الرابرز ترى عادة تكون بسيطة جدا، زين. بس وش اللي يصير؟ كل رابر عارف قاعدته الجماهيرية، وعارف وش قاعد يصير بالساحة، وعارف من أين تؤكل الكتف. فحتى لو كانت مثلا المشكلة بسيطة بينه وبين الرابر الثاني، ممكن ترى يكبرونها، يعني بحيث انه يصير في شو اوف. هذه الفكرة. انا اشوف انه كذا، يعني لو انه مثلا في مشاكل كثير، لو انه جلسوا على طاولة واحدة وناقشوها، وانه كذا كذا كذا، واحد اثنين ثلاث، بيخلص الموضوع ب5 دقائق. لكن ايش الفكرة؟ انه الرابرز عارفين نقاط معينة بالجمهور، بحيث انه يعرفون من وين يثيرون الجمهور بالضبط، والجمهور هو يبي الاحداث هذه. يعني كل واحد، والله ما نبي ندخل بنية شخص معين، لكن كل واحد وعنده نيته الخاصة فيه. فأنا أشوف أنه مشاكل الراب كلها بسيطة، لكن وشو الرابرز يحبون يوفرون الموضوع بحيث أنه يصير فيه شو أوف، بس فقط لا غير. والله للأمانة رأيك براب الرياضة الآن ما أقدر أعطيك إجابة معينة، لأني للأمانة ما بعيد عن الساحة وما أدري إيش اللي يصير فيها، فما أقدر أعطيك إجابة معينة. بس بشكل عام يعني شوي في خمول، ممكن بالفترة الأخيرة بعض الرابرز استنشطوا شوي، فإن شاء الله نقول ممكن يصير في يعني ثورة براب الرياضة، بحيث إنه الأنظار كلها تكون عليه. وهذا الشيء أكيد إني أتمناه صراحة، لأنه كثير رابرز بالرياض عندهم أشياء جدا قوية، لكن ما تدري إيش ظروفهم، وما تدري يعني كل واحد عنده ظروفه الخاصة، لأنه ما في الأمانة ما في دعم من شركات إنتاج، ما في دعم يعني، خاصة الراب الرياض يعني، وما في تفاعل يعني براب الرياض. ممكن راب جدة لا، البيئة تساعدهم أنهم يكونوا متفاعلين، لكن الرياض ترى غير، يعني حتى بيئتهم غير. والله تواصل مع رابرز مو كثير للأمانة، ما بيني وبينهم تواصل، يعني ما في خط ساخن بيننا. ممكن سلام من بعيد، عرفت؟ فممكن نقول كالز. صراحة ما يعني ما عندي جواب معين على السؤال هذا، لأنه الإنسان ما يدري إيش راح يصير بالمستقبل. بس حاليا أنا مبتعد أكثر من أني يعني قريب من الراب بشكل عام. وهل في رجعة؟ والله برضو ما أقدر أجاوب، لأنه يعني اتركها على الوقت، يعني ما أدري صراحة. حاليا والله منشغل بأشياء ثانية، ومنشغل بحياتي الشخصية أكثر يعني.
قدوتي في الراب كان ولا زال امينيم للأمانة، لأنه أنا يعني ومن ناحية الأسلوب والفلو مو بأي شيء ثاني يعني كقدوة يعني. بس أغنية غنيتها وما زلت أسمعها متعلق فيها، ما في صراحة أغنية معينة، ولكن ممكن إيش نبي فيك، ممكن يعني. ما بدي سات هي خلوني اكون مميز، لا تكون متحيز، لاني بكل صراحة ما اشوف احد بالدنيا هذه. بديت اطين ما بدي سات بغني هادف. اي يا خالي هين، رغم اني احس اني قاعد اغني فري، بس مدري شحس فيه يا اخي، قل لي شحس فيه وانا لساني سيفي، وراكب خصمي كحصاني، ينساق قبل تنساني وانساق قبل تنساني، واروح الخصم الثاني واترك الاول يعاني، ويا معانا والحين عنا أغنية رابر ثاني اسمعها اليوم للأمانة، بلاك بي نوفمبر دايما اسمعها صراحة. آسف لاني ما بدوم، فكرة براسي على طول، حتى في ليلي ما بنوم، نفسي اصلي وما اقوم، دايم عايش على السوق، بايع روحي على السوق، فيها تادو على زور، في بدور على نور، عندي فوبيا ارتفاعات، كثر حولي الناس الواطية، فيني خوف انتماءات، كني الحالي وضد المافيا، بس بندور على العافية، هي اخطاء وعادي ماضية، هي اغاني وعندي كافية، فيهم خوف ورضا بزاوية، باقي براسي عبط لما تو. ليه تركت الأول توجهت للنيو مع العلم أن الجمهور؟ طبعا السؤال هذا يبيله يعني إجابته يبيلها تفصيل. أنا ما عندي تصنيفات بالراب إنه أولد نيو. أنا أؤمن إن الرابر هو اللي يفرض أسلوبه على أي لحن كان، يعني هي بالنهاية أدوات موسيقية حديثة اللي هي نيو، والأولد أدوات موسيقية قديمة يعني كانوا يستخدمونها قبل. فهذا أنا أشوف إنه بالبساطة هذه بس. وأنا أشوف إن الرابر يفرض أسلوبه على أي لحن، مو اللحن هو اللي يفرض عليه أسلوبه اللي يغني يعني عليه، وهكذا يا حبيب قلبي. رسالة لي أنا مجاهد، رسالة للجمهور، نصيحة للرابرز. رسالة لمجاهد الله يوفقه وين ما توجه، ويعني ما أتمنى لك الخير. رسالة للجمهور شو اسمه، والله ما أدري إيش أقول بالضبط، لكن اللي يحضرني إنه أقول بس للجمهور يعني حاولوا إنكم تنتبهون لكلامكم مع الرابرز، لأنه ممكن يأثر، أو بساحة الراب ككل يعني مو بشخص معين. كلامكم سواء كان تحريضي أو سواء كان يعني تنمر أو أي شيء، ترى قاعد يأثر بشكل كبير، سواء على الرابر سواء على الجمهور المقابل، على أي شخص إن كان، لأنه في أحداث وفي ناس قاعد تتكلم عن أحداث وفي ناس قاعد تتفاعل مع الأحداث هذه، ففي تأثير سلبي قاعد يصير بس. وهذا السبب الوحيد اللي مخلي الراب السعودي بالمكانة الحالية الحين، لأنه قاعد يعني يهتمون فيه بطريقة غلط، أو مهتمين بأشياء يعني مو صحي إنك تهتم فيها. ونصيحة للرابرز إنه يعني يهتم بالمواضيع اللي يقدمها، إنه يبعد عن الهمز واللمز، وإنه يعني عن إنه يتكلم بأشخاص أو شيء زي كذا، ويحاول إنه يخلي الراب انترتينمنت أكثر من إنه دسات للتسلية يعني. فهذه
والله يعطيك ألف عافية يا حبيبي. صراحة مرة ما توقعت إنه هذا الشيء يصير، لأنه مبتعد عن الراب وكل شيء، بس ما أدري ليش يعني تفاعلت معك صراحة. يا حبيبي والله.